السلام عليكم، كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. وصفتي اليوم رائعه جدا وبمقادير كيف العاده دائما متوفره في اي بيت. اذا كيف ما كتشوفوا معايا الكوكيز الرائع للاطفال وحتى الكبار، شكل ومذاق لا يقاوم. اذا بسم الله على بركه الله، غادي نمروا مباشره باش نقدموا مقادير وصفه اليوم. عندي دقيق الابيض، كاس الا ربع السكر، نص كاس ديال الزيت، 100 غرام ديال الزبده، زوج بيضات، الملح، الفاني، خميرة الحلويات، والشكلاط حبيبات كيف ما كتشوفوا معايا. اذا في الاناء غادي نوضع الزبده، غادي نوضع السكر الفاني، وغنطرب مزيان المكونات مع بعض. هنا كانت عندي الزبده شويه ما خرجتهاش من الثلاجه باش تاخذ ليا الحراره الكافيه نتاع المطبخ. كنضيف معلقه ديال الكراميل. اللي ما عندوش السكر الاسمر، هو من الافضل انكم تشتغلوا بالسكر الاسمر، ولكن الا ما كانش ممكن تعوضوه برأس الملعقه ديال الكراميل الاسود. كيعطيه اللون وكيخليه رائع جدا. كنخلط المكونات مزيان، كنضيف زوج ديال البيضات وكنطربهم بالطراب الكهربائي مع الزبده حتى كينسجموا مزيان مع الخليط كما غتشوفوا معايا. كنستمر وانا كنطرب مزيان المكونات حتى كتنسجم مع بعض. غادي نضيفو الدقيق الخليط نتاعي، غنضيف الخميره الكيماويه، معلقه صغيره ديال الخميره الكيماويه، وغادي نخلط المكونات مزيان كيف ما غادي تشوفوا معايا. كنطرب بالطراب الكهربائي، او ممكن في هذه المرحله خدموا فقط الطراب اليدوي. اذا كنستمر وانا كنطرب المكونات مزيان حتى كينسجموا ليا مع بعض كما غادي تشوفوا معايا. غنضيف دابا الخميره الكيماويه، كنطرب المكونات مزيان. غادي نكمل الباقي نتاع الدقيق، ومن بعد غنضيف حبيبات نتاع الشكلاط في وسط الخليط كما غادي تشوفوا معايا في الفيديو. كنزيد الطراب الكهربائي، كنضيف الحبيبات نتاع الشكلاط كما كتشوفوا معايا. هاد الحبيبات ما كيدوبوش، خاصين بالكوكيز. كنكمل الدقيق وكنجمع الخليط. خاصو يكون الخليط بهذا الشكل، ما يكونش جاري بزاف وما يكونش ثاني قاصح بزاف. اذا كنقسم الخليط على زوج ولا على ثلاثة بشكل غادي تشوفوا معايا. غنجيب بلاستيك غذائي وغادي نطلق فيه الخليط بهذا الشكل باستخدام باستخدام المدلك. كنستخدم المدلك وكنطلق العجين تاعي مزيان. غنجيب القطعه نتاع الكوكيز، قطعها بشكل اللي بغيتو نتوما، من الافضل انها تكون دائريه. كنسرح مزيان العجين تاعي باش تجيني متساويه. هاد البلاستيك كيساعد بزاف باش العجينه نتاعكم كتكون بشكل واحد. كنجيب القطعه وكنقطع كيف ما شفتوا معايا، كنقطع دوائر متساويه. كنجمع البلاستيكه وكندخلها بنفس الشكل اللي شفتوا معايا. كندخلها للثلاجه حتى كتبرد مزيان وكتشد راسها. من بعد كيكون سهل انني نخرج لي كوكيز نتاعي بلا ما يخسر
الشكل نتاعهم. اذا كنحتفظ بها هكا وكندخلها الثلاجه كيف ما شفتوا معايا. غادي نكمل الكره الثانيه اللي عندي بشكل اللي كتشوفوا معايا باستخدام المدلك. كنطلق العجين مزيان، كندخلها للثلاجه تبرد، ومن بعد كنحضر الطاوه الخاصه بالفرن. صدقوني كيجي كوكيز رائع جدا وما كيشدش الوقت بزاف. كنستمر بنفس الطريقه اللي كتشوفوا معايا، وانا نطلق العجين تاعي مزيان. كندير ليه القطعه، اختاريتها بهذا الشكل، ممكن هو افضل حتى الحجم نتاعها جا زوين. كنستمر وانا كنقطع، كنغطي البلاستيك وكندخلو للثلاجه حتى كيبرد مزيان. هنا كيف شفتوا معايا من بعد ما خرجتها من الثلاجه كتكون بردات مزيان. شوفوا معايا الشكل نتاعو كيفاش كيخرج بسهوله. كنحتفظ به في الطاوله الخاصه بالفرن، كيكون تطلق شويه من الثلاجه، ومن بعد كنوضع فيه الشوكولاط من الفوق بشكل عشوائي. كنوضعه بالشكل اللي كتشوفوه معايا. كنستمر بنفس الطريقه حتى كنسالي لي كوكيز نتاعي كاملهم. كنولي نجمع العجين تاعي ونطلقها من جديد بنفس الطريقه، وكندخلها للثلاجه مجددا. هنا المره الثانيه اللي اشتغلت معكم كيخرج بنفس الشكل. كنحيدو بنفس الطريقه، كيكون سهل وكيبقى الشكل نتاع الكوكيز هو ما كيتغيرش. اذا كنزوق شويه بالحبيبات الشوكولاط من الفوق ما كتشوفوا معايا. كنستمر كنحيد الباقي نتاع الكوكيز، وكنجمع كيف ما قلت لكم العجينه اللي بقات ليا كنجمعها مجددا، وكنطلقها بنفس الطريقه وكندخلها ثاني للثلاجه تبرد ونجمعها. اذا كيف ما شفتوا معايا دابا غادي نوضع عليه شويه نتاع الشوكولاط حبيبات كيف ما قلت لكم بطريقه عشوائيه. كتوضعوه كنستمر حتى كنكمل الكميه اللي عندي في طاوه الفرن كاملها بنفس الطريقه. كيف ما قلت لكم كنحطو بطريقه عشوائيه باش كيجي الوجه نتاع الكوكيز. ممكن ديروا فقط الشوكولاط عادي. هنا من بعد ما ساليت الطاوه ديالي كيكون الشكل ديالها هو هذا، منظرها رائع جدا. وهنا من بعد ما طاب لي كوكيز نتاعي ما كيتغيرش الشكل نتاعو، كيبقى هو كيجي مقرمل رائع جدا. كنتمنى فعلا انكم تجربوا هذه الوصفه ان شاء الله لوليداتكم. وهنا الطبق النهائي نتاعي كيكون هو هذا كما كتشوفوا معايا، رائعين جدا. كنحتفظ بهم في الثلاجه، كنوضعهم في علبه ونحتفظ بهم في الثلاجه. كيبقى الشكل نتاعهم والمذاق نتاعهم ولا التقرميله نتاعهم هي. كنتمنى فعلا انكم تجربوا الوصفه وتنال الاعجاب ديالكم. شكرا على حسن المتابعه، شكرا على تعليقاتكم الرائعه، شكرا على الحب ديالكم اللي كيوصلني عبر التعاليق. كنشكركم مجددا. وهذا هو الشكل ديالو من الداخل كيفاش كيجي رائع جدا. كيستحق التجربه. شكرا بزاف، وكنضرب لكم موعد ان شاء الله فيديو قادم ووصفه قادمه ان شاء الله. مع السلامه.